هو للدرجه دي نادي بيراميدز خايف من جمهور النادي الاهلي؟ شفت اسعار تذاكر ماتش الاهلي وبيراميدز؟ التالتة ب 200 جنيه، الاولى ب 2000 جنيه، اما المقصوره فب 5000 جنيه، اللي هو تقريبا الاهلي هيلاعب بيراميدز في نهائي كاس العالم للمنتخبات، مش كاس العالم للانديه، لا 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 للمنتخبات. وبصراحه الواحد مش عارف هو الليميت ده اتحط على اساس ايه. يعني هل اللوائح بتقول ان النادي صاحب المباراه بيحط سعر التذكره بمزاجه، يعني من غير اللجوء مثلا؟ مفيش حاجة اللي هو لايحة مثلا ولا حاجة بتلزمه اللي هو سعر، ولنفترض التالتة مثلا هيتراوح ما بين كذا لكذا، ما يعلاش وما يقلش. لكن هل هي بتتحدد كده؟ يعني مثلا ممكن نلاقي نادي عامل التالتة ب1000 جنيه بعد كده. انا مش عارف هل هي بالمزاج وللمزاج، هل مفيش لوائح ومفيش قوانين بتربط او بتقول او بتحدد الليميت بتاع الاسعار بيكون عامل ازاي؟ وبعدين اللي انا مش فاهمه، هو للدرجه دي نادي بيراميدز خايف من جمهور النادي الاهلي؟ هي مش الكرة بتتلعب في الملعب، ولا الجماهير بتنزل تلعب مع الاهلي يعني، ولا في ايه بالظبط؟ لكن في الاول وفي الاخر خليني اقول لك ان ده مش هيكون غريب على الدوري المصري، ودي حاجه يعني من الحاجات اللي موجوده، يعني فاهم، حاجات كتير جدا يعني، مش دي اللي بقى هنقف عندها. جمهور الاهلي برضه هيروح يا بيراميدز.